السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخ مصرية. تعالوا نزينوا التورتة القمر الجميلة الصغيرة دي. مقاس 12 كيكة، وهتبقى مقاس لما تيجي تبيعيها مقاس 13، لأن كريم شانتيه بيعمل طبقة. أوكي. طيب معايا قاعدة مقاس 15، يبقى دي مقاس 12، قاعدة مقاس 15. مفيش قواعد بقى 18 وعلب 18 المفروض، لكن أنا هحطها في 20، فهتبقى كبيرة قوي عليها. مش مستحب إنك تحطي تورتة صغيرة في علبة كبيرة عشان ما تروحش وتيجي، رغم إن إحنا بنبقى مثبتين. طيب القاعدة الدوارة بتاعتي دي شكلها عامل كده. الواد طارق ابني صبغ عليها حاجات، خلاص، لكن كل حاجة نضيفة وزي الفل. في التصوير عارفة إن هي مش أحسن حاجة، لغاية لما ربنا يكرمني وأجيب واحدة بقى ستانلس إن شاء الله. طيب أنا هعمل إيه؟ أنا عملت الكريم شانتيه دي عاملة 100 جرام سبونج وبضاية، وزي ما تقولوا كده 3 معالق ميه، معلقه صغيره جدا، محسن مش معلقه، يعني نص معلقه، وفانيليا. والكريم شانتيه دايما نص مقدار السبونج، يعني 100 جرام يبقى 50 جرام كريم شانتيه. انا حاطه كوبايه وحاطه معلقه باستري، حاطه نص كوبايه ميه ونص كريم شانتيه ومعلقه باستري، وطبعا السكر محليه في الميه، ومعلقه كريم لباني ومعلقه لبن بودر. عشان كنت بحط كريم لباني بطلت، علشان لقيتها بتسيح معايا الكريم شانتيه، وده مش احسن حاجه. حط كده حته كريم شانتيه تحت. انا دايما باخد القاعده بعملها قاعده، ما بحطهاش على الوش. اظبط بقى كده، ما تبقاش حته ورا وحته قدام، لازم تبقى في المنتصف. هي طريه جدا، طريه، انا عاملاها من امبارح، بس هرش رشه ميه بسكر بسيطه جدا، وبعدين احط الكريم شانتيه. طيب احط ايه كمان معايا؟ نوتيلا بيضة. انا بعرض دايما على العميلة، انت عايزة صوصات ايه؟ عندي كندر، عندي نوتيلا بيضة. لو هي بنتكلم في الفراولة عندي صوص، بنتكلم في الفانيليا عندي صوص فراولة. فاللي هي بتقول عليه عايزة حشوات، او اللي يعني بتقول عليه انا بعمله. لو في عايزة مانجا، عايزة فراولة، بس الحقيقة الفراولة خلاص. اوكي. انا عندي اهو صوص نوتيلا بيضة. انا ما سيحتهوش بزيت زي كل مرة، علشان اوريدي هو سايح. احط بقى الطبقة التانية وهعمل فيها نفس اللي عملته في الطبقة الاولانية. طيب انا جبت البولة، حطيت فيها حبة كريم شانتيه مضروبين اللي انا حاشية بيهم، وهحط عليها لون ايفوري، اهو لون ايفوري. طيب ايه اللون الايفوري ده؟ بيبقى عبارة عن ميكس شعرة اصفر وشعرة بني، يعني بحيث ان انت تشوفي التورته لا هي مش بيضه وهي مش بيج. فبتوع عالم الحلويات بيقول لك لون ايفوري. فهم علشان ال- اللي بيشتغلوا في التورتات ما يحتاروش، فهو بدل ما احنا نعمله يعني وحط بني على اصفر، هم عملوه جاهز. طب انا هحط على دي ايه بقى؟ يعني شعره كده، شعره زي ما بشرح واقول للبنات دايما بنحط شعره، يعني دايما حتى بحطه بخلة السنان، حط لون بخلة السنان. انا مش عايزه درجه لون خالص. بصوا حطيت في المعلقه قد ايه؟ مفيش. يعني حتى لما انا هدربه دلوقتي هتقولوا لي مفيش فرق، بس هي الديزاين اللي العميله بعتاه فيه فرق، هو مش ابيض. انا كنت حطاها في التلاجة عبر ما احضر اللون. يعني زي ما انتم متعودين معايا. بحط الكريم شانتيه في الكيس الحلواني، ده افضل حاجه. طيب في تكه انا مش قلتها قبل كده، لو عايزه مقدار الكريم شانتيه سميك، فانت بتبعدي ايدك عن التورته وانت بتزينيها. طيب لو انا عايزاه قليل انا بقرب ايدي، يبقى الطبقه خفيفه جدا. انا لا عايزاها كتير ولا شويه، انا عايزاها وسط.
طيب حطينا الكريم شانتيه، وأنا دايمًا باقول لكم أنا باشتغل ب2 scrap الstainless دوّة، مش باكمّل بيه بس هو بيضبط لي الأول، وبعد كده باكمّل بالscrubber التاني. باثبّته بقى كده، هو تجليس تورتة صغيّرة مش أسهل حاجة، بس إحنا إيه نفضل بقى نحايلها ونداديها عشان إيه تضبّط معانا. باشيل بس الزيادات. برضه أخدت حبّة كريم شانتيه وحطيت عليهم لون أحمر ادّاني اللون البينك القمر، وحطيت فيه الطيب أو القمع اللي هو مش مشرشر ولا حاجة عشان أعمل كده. أوكي. أوكي، عملنا الوردات، سحبتها بالمعلقة، باحط الوردات زي ما وريتكم، سحبتها بالمعلقة، أنا مش راضية عنها تمام الرضا، بس هو الdesign كده العميلة باعتاه كده، أوكي. بعدين جبت حبة دقسط وعليهم نقطتين 3 زيت. أهي بقت روعة، روعة، ما كنتش راضية عنها أوي، بس الfinish الأخير هو نفس الdesign اللي العميلة عايزاه، بس كنت عايزة أحط ورق شجر أخضر، بس أنا ما حبيتش أعمل كده لإن مش عايزة أضيّع الهدوء، كإنها فستان خطوبة أبيض في بينك في دهبي، في منتهى الجمال بصراحة. سلِّم إيديّا وعينيّا. يالّا قولوا لي إيه رأيكم في التورتة الcute الجميلة دي. وأنا كنت عايزة أقول لكم على حاجة، في كتير جدًا، جدًا بيسألوني على تسعير التورت، لو حابين أعمل لكم فيديو لتسعير التورت قولوا لي في الكومنتات، أوكي. يالّا كانت تورتة جميلة أهي وعملناها مع بعض أوام، أوام، في منتهى الجمال والشياكة. كنت معاكم أماني من مطبخ مصرية، باحبكم.